السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاحوال يا رب العالمين. البنات اليوم كما شفتوا في الصوره رايحين نديروا خبيزات محشيين معسلين. معسلين، كما يقولوا يقتلوا بالبنه ما شاء الله. يعني بنه 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 تجي خفاف بنان. ان شاء الله تجربوهم، تبعوا الخطوات وان شاء الله راح ينجحوا معاكم. ونورمالمون في هاد الايامات دركا ما نعرفوش نديرو، تبدا تتلف لنا وكامل. تقدروا ديروا هاد الخبيزات مع شوربه فريك ولا كاش حريره ولا كاش صوب مع سلطه، وهذاك طاجين الحلو اللي يدخل ويخرج وحنا فريناه. واش درت هنا المقادير؟ درت مغرف تاع خميرة الخبز، مغرف تاع سكر، ومغرف تاع فرينة، مع كاس حليب وكاس تاع الماء. خليتهم يخمروا مدة 10 دقائق ولا أقل، 10 دقائق 5 دقائق هكذاك. خليتهم يخمروا ومن بعد زدت لهم بياض بيضة والصفار احتفظت به باش ندهن به الوجه تاع الخبيزات دياولي. زدت هنايا ربع كاس تاع الزيت، نمزج كامل هكا بالفوي، نخلطوهم بالفوي. من بعد نضيف هنايا قيس ملعقة تاع الملح باش ما نساوش ويجي مسوس. وهنايا بديت نضيف في الفرينة ونضم في الخليط ديالي. ضفت هنا كان عندي كيس تاع خميرة حلويات. نضيف قيس كيس. وانتوما على حسب الكاس اللي استعملتوه. انا استعملت كاس شويه كبير. هكذا نبداو نطمو فيها بالفرينه حتى تنطم عندنا، ونتحصلوا على عجينه تكون خفيفه شويه، ما تكون جاريه وتكون خفيفه، ما تيبسوش العجينه هكذا، باش يجوا الخبيزات ديالكم يجوا فشفشين ويجوا خفاف. نبقاو نضيفوا في الفرينه كما قلت لكم حتى تنطم العجينه عندكم. هنا راني نطم برك في العجينه، مازال مانيش نعجن فيها، واصلا هي ما تحتاج يعني عجن كبير برك حتى نتحصلوا على عجينه ملساء. هنايا حطيتها في البلون دو طرافاي وبديت نطم فيها، وحتى شوفوا هي تكون خفيفه، يعني تكون خفيفه تلصق في اليدين هكذا باش نتحصلوا على قوام يكون مليح. هنا حطيت شويه زيت في الغيسيبيون ديالي، وراني ارجع العجينه باش تختمر للمره الثانيه. يعني في الاول كانت اختمرت برك الخميره مع الحليب والفرينه والسكر، ودركا راح تختمر العجينه. في الوقت اللي راهي تختمر العجينه هنايا شوفوا البنات، هذا الباك وصلني من عند حبيبتي وصديقتي خديجه، اللي نقولها تسلم الايادي، يعني ما شاء الله على خدمتك. شوفوا الاتقان والروعه، يعني تحفه فنيه رائعه. عندنا هذه اللي قطينا، شوفوا شحال شابه. وهنايا هذه بلاصه يحطوا فيها الشموع، يعني هذا البلاطو تخدم بزاف عفايس. تقدروا تدخلوا لاباج تاعها وتشوفوا الخدمه ديالها، يعني هي رايحه تتحدث عن نفسها. راح نطاقيها لكم هنايا، ادخلوا للصفحه تاعها وشوفوها، وتخدم لي بياس هكا اينيك، كل وحده على حسب الطلب ديالها. حطت لي انا في هذا اللي جاي كيما الكتاب، كتبت لي فيه كويزين سهام، نقول لك يعطيك الصحه، او مطبخ سهام. هنايا للمقادير اللي رايحين نديروهم في الحشوه. هنا نحتاج ربع صدر تاع دجاج، ونحتاج حبة تاع بصل قطعتها تيدي هكذاك، وحبة تاع طوماطيش ولا زوج ربيتهم في لاغاب. ونحتاج تاني حبة تاع فلفل تاني قطعتها مربعات هكذاك. هذاك ربع تاع صدر تاع الدجاج نجيب الاشواط نرحيه هكذا بهذه الطريقه. ومن بعد هنا في مقلاة نحطوها تسخن، نحطو كميه تاع الزيت، نحطو البصل ديالنا حتى يدبال عندنا هكذا. نحطو الكميه كامله هذيك تاع البصل. كي تكمل هذيك كي تدبال عندنا هذيك الكميه تاع البصل، نحطو عليها الدجاج
نحمروهم تخي بيان حتى ياخذوا لي لون ذهبي هكذا. كي تقلوا الحوايج تاعكم تجيكم الحشوة بنينة، ما نحطوهمش قاع في خطرة ونغلقوا عليهم، لا لا، نعسلوا هذاك البصل ومن بعد كي تكرمليزا عندنا البصل نحطوا عليه الدجاج هذا ولا البولي آشي، نحاول نفتحه هكا بالملعقة. هنا شوفوا كي بدا يدخلوا شويه طياب الدجاج، راح نزيد عليه هذيك الحبه تاع الفلفل الحلو، ولكم الاختيار انكم تضيفوا الفلفل حار. انا بطبيعه الحال علاش الدراري ما نحبش ندير الحار، من بعد درت الهريسه لينا هكا، بصح في الحشو ما حبيتش نديرو حار باش الدراري يقدروا ياكلوه. نخليهم هنا يدبالوا كامل مع بعض، نبدا نتبل فيهم. حطيت كميه تاع الملح، نزيد عليهم كميه تاع فلفل الكحل، ومن بعد كميه تاع كركم وزنجبيل، وانتم لكم الاختيار في التوابل. هنا زدت تابل تاع هذا التابل تاع الفرماج، وزدت تابل اخر تاع البوراك. انا شريتهم كيما هاك، ولكم الاختيار تقدروا تكتفوا برك بالكركم وفلفل الكحل وسكنجبير والملح، وكل واحد يدير توابل اللي يحبهم. نضيف هنايا هذيك الحبه تاع طوماطيش، اذا كانت حبه كبيره تكتفيو بحبه، اذا كان صغار تستعملوا 2 حبات تاع طوماطيش اللي كنت ربيتهم في لاغار، كيما تقدروا ترحوهم في الاشواط. هكذا نخلي هذاك الخليط يتجمر عندنا كامل حتى ينشف كامل من هذاك الماء ويطيب عندي كلش، باش نخلوه يبرد ونروحوا نشكلوا الخبيزات ديالنا. شوفوا هنايا الحشو اللي تحصلت عليه ولا العقده اللي راح نحشي بها الخبيزات ديالنا، خليتهم حتى نطاب كامل هذاك الدجاج البصل. هنايا بعد ما اختمرت العجينه ديالي قسمتها الى 8 كوريات، وهوليك الحشو هنايا حطيته برد كامل، وجبت هنا الفرomاج رابيتو، درت هذاك العادي تاع نابليون نورمال، رابيتو في لاغاب، وزدت معاه زيدوا نتوما الفرomاج اللي تحبوا، زدت معاه انا شيدار. راح نحل هكذا الكوريات ديالي. شوفوا كيفاش راح نفتحهم، نحطوا شويه فرينه في البلون دو طرافاي هكذا باش نقدروا نحلوا الكوريات ديالنا بهذا الشكل، تحلوهم شغل شكل اوفال هكذا. نحط الحشو ديالي هكذا بهذا الشكل، ومن بعد نضيف عليه هذاك الفرomاج اللي كنت رابيته، ومن بعد نغلق عفوا الخبيزات ديالي. سيو تغلقوهم مليح هكذا باش ما يتفتحش عندكم كاش وحده ولا يخرج الحشو كامل. هكذا نغلقها ومن بعد نقلبها على الجهه اللي غلقت عليها ونضغط بهذا الشكل، يعني الصوره تعبر عن نفسها، كلش راه واضح. نجيب بابي كويسون نحطوه هنايا في البلاطو ديالي، ونبدا نستف كامل هذوك الخبيزات. زدت معاكم هنايا وحده باش تزيدوا تشوفوا الطريقه. نغلق دائما بنفس الطريقه الخبيزات، ونقلبها على الجهه اللي غلقتها، نسويها هكذا باليد، ونحطها ثاني
في البلاطو. نكمل انا كامل. هاي لك هنايا نجيبو حبة تاع بيض نضربوها ونزيد معاها شوية تاع حليب ولا قهوة كيما حبيتو. ضفت انا معاها شوية تاع الحليب وندهن بيها الوجه تاع الخبيزات ديالي. هنا نجيب موس يكون شويه حاد ونسيي ندير هاد الخطوط هكا ولا نفتح شويه هكا الخبيزات ديالي باش يعطوني الشكل يكون رائع. جبت هنا شويه تاع سانوج راني نخالف ندير وحده بوحده وندير الجلجلان والسانوج وانتم حطوا زرارع اللي عندكم كما تقدروا تكتفوا بها هكذاك بلا ما تزيدوا لها حتى حاجه على الوجه تاعها. نكمل كامل الكميه ندخلهم للفور يطيبوا من تحت ومن بعد يتحمروا، نشعلهم من الفوق يزيدوا يتحمروا. شوفوا الشكل الرائع اللي مدته لي هاد النتيجه. نتمنى نكون فتكم في الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله تسيوها وترجعوا لي في لي كومونتير. دمتم سالمين، بقاو على خير وصحة فطوركم وصحة سحوركم.